بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة كده حصرية، طعم رهيب، الشكل بتاعها مختلف عن المعتاد. هنعمل مع بعضنا النهاردة كفتة الفراخ، بس هنعمل الميني كفتة بطريقة سهلة وبسيطة، ومكوناتها كلها اقتصادية ومش هتكلفك خالص، وهتطلع معاكي كمية. النهاردة معايا كيلو من صدور الفراخ، بضيف عليه قطعتين من اللية او اللي هو الدهن كده او الشحم. بضيف معايا في الكبة زي كده، بفرمهم انعمهم معايا كويس. بنزلهم في بولة معايا. دلوقتي معايا الخضار، كزبرة، فلفل اخضر، بصل. ببتدي افرم معايا الكمية دي كويس، وبصفيها معايا بالشكل ده كده. انا مش عايزة السوائل اللي فيها دي علشان ما تفكش معايا الكفتة. بصفي معايا هنا الخضار بالشكل ده. دلوقتي ببتدي اخلط معايا المفروم الفراخ مع الخضار اللي انا فرمته بالشكل اللي انتوا شايفينه. هرجعه معايا هنا للكب تاني. هنزل الكمية كلها معايا في الكبة. هبتدي بقى اتبلها معايا. هضيف معايا هنا خلطة الدجاج المقرمش الحار، او لو مش متوفر عندك بقى ممكن تستبدلي بيه بالفيجيتار. انا هضيف هنا معلقتين كبار. هضيف معايا معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود. اللهم صل على حضرة النبي. معايا معلقة هنا من الشطة، معلقة كبيرة من البابريكا. بضيف معايا هنا كيس من الكيك شيف، كيس كامل، ما تخافيش يعني مش هيأثر عليه ولا هيغير من طعمه، بالعكس هيديها شاشة كده. وخلي معانا الصابع مش مكتوم، الكفتة معانا متبقاش مكتومة، تبقى مفرغة من جوه كده، محتفظة بالعصارة بتاعتها. هضيف معايا كيس من النشا، ما يعادل نص كوباية لو عندك النشا اللي هو السايب. بنزل فيهم بالكبة زي كده، بخلطهم معايا كويس بالشكل ده. بنزل بيهم في البولة. انا هنا العصارة بتاعة الخضار، انا هنا ما تخلصتش منها، اللي هي السوائل اللي نزلت من البصل والفلفل. بعد ما عصرتهم معايا كده وصفيتهم كويس، انا باخد العصارة دي معايا، بضيف عليها ملح وفلفل اسود، ومعلقتين كبار من الزيت، معلقتين كبار من الزيت. معايا هي هنا اسياخ اللي هي عيدان للكفته دي، او اللي هو العود الشيش طاووق كده. لو عندك عيدان الشيش طاووق ممكن، ما عندكش اللي هو العود الكبير اللي هو زي كده اسياخ الكفته، عندك عيدان الشيش طاووق، فانت ممكن هتحطي 2 أو 3 مع بعض وتعمليهم بالاسترتش راب، وتبتدي تصبعي عليهم علشان يبقى معانا تفريغات كويسه كده جوه صبع الكفته. انا هنا مش بعمل الصابع كامل، انا هنا بعمل ميني كفته، فبصغر معايا كده حجم الصابع. في التسويه في الاخر بيبقى معانا الشكل جمالي كده، والشكل حلو خالص. بعد ما اسوي معايا الكميه هنا، بصبع الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنا بعد ما خلصت معايا الكميه كلها، معايا طاسه هنا سخنه على نار عالي، هضيف فيها معلقتين من الزيت، وهبتدي انزل معايا بالكفته. هقلب فيها على طول عشان هي بتاخد معايا اللون بسرعه. هقلبها معايا بالشكل كده لحد ما تاخد معايا اللون الجولد ده كده، اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده كده. هخلص الكمية كلها بنفس الشكل كده. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، طعمها خرافة. متنسوش تدعموني باللايك والشير، والمش مشتركة بالقناة اشترك عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.